اهلا بيكم في ريفيوزات. انا احمد مغازي والنهارده هكلمكم عن موبايل نوكيا اكس اللي واحد من اهم مميزاته ان انت تقدر تنزل عليه اي اندرويد اب. اول حاجه هنتكلم عنها هي التصميم بتاع التليفون. زي ما احنا شايفين التليفون حجمه مش كبير، هو ابعاده 115.5 ملم في 63 ملم في 10.4 ملم. السمك بتاعه ممكن يكون كبير شويه، بس مع ذلك وزنه خفيف جدا 125 جرام، وده هيخلي وزنه في ايدك خفيف، وكمان ممكن تمسكه بايد واحده، ولو حطيته في جيبك مش هيضايقك خالص. لو جينا نبص على التصميم الخارجي بتاع التليفون هنلاقي ان الشاشه الاماميه ما فيهاش اي حاجه غير الزرار بتاع الباك، ومن الجنب فيه الزرار اللي بيعلي الصوت وبيوطي الصوت، وتحتيه الزرار اللي بيقفل الموبايل وبيفتحه، ومن فوق فيه الجاك بتاع السماعات. اما من تحت فيه الجاك بتاع التشارجر. ولو جينا نبص على التليفون من ورا هنلاقي مفيش اي حاجه غير الكاميرا. بالنسبه للكفر بتاع التليفون بيجي في كذا لون: ابيض، اسود، احمر، اخضر، اصفر. وفي ميزه حلوه جدا وهي ان انت ممكن تغير الكفر ده، فانت مش محتاج تجيب التليفون بلون معين، انت ممكن تجيبه باي لون بعد كده تغير الكفر زي ما انت عايز. زائد ان الكفر ده مصنوع من البلاستيك، فالتليفون لو وقع منك او اتخبط هو مش معرض ان هو يتكسر او يتشرخ باي صوره من الصور. دلوقتي هنتكلم عن اداء التليفون، وده هنقسمه لحاجتين: هاردوير والسوفت وير. هنتكلم الاول عن الهاردوير. الموبايل ده البروسيسور بتاعه ثنائي النواه بسرعه 1 جيجا هرتز، والرامات بتاعته 512، وده هيوفر لك استخدام كويس للتليفون، بس في حاله ان انت بتفتح جيمز او ابلكيشنز تقيله شويه ممكن تاخد معاك بعض الوقت. الموبايل ده الذاكره الداخليه بتاعته 4 جيجا بايت، والمتاح ليك فيهم 2 جيجا بايت. هتضطر تجيب مايكرو اس دي اب تو 32 جيجا بايت. بطاريه التليفون قوتها 1500 ملي امبير، وده هيتيح لك ساعات تحدث 13 ساعه في حاله انت بتتكلم على شبكه 2 جي، و10 ساعات في حاله انت بتتكلم على شبكه 3 جي، وده معناه ان انت هتحتاج تشحن التليفون تقريبا مره كل يوم. نظام التشغيل بتاع التليفون ده مش اندرويد اوبريتنج سيستم ولا نوكيا اش اوبريتنج سيستم ولا ويندوز فون اوبريتنج سيستم، هم واخدين حاجات كتير من كل اوبريتنج سيستمز من الانظمه دي. زي مثلا اول حاجه واخدينها من النوكيا اشا هي خاصيه الفاست لين، اللي بتخلي لك كل ريسنت ابس او الابلكيشنز اللي انت فتحتها مؤخرا او اللي بتفتحها على طول موجوده عندك على الهوم بيج باستمرار في تاب اسمه ريسنت ابس، وده بيخلي لك اي نوتيفيكيشن او اي مسج تيجي لك من السوشيال ميديا زي فيسبوك او تويتر او انستجرام تيجي لك في صوره نوتيفيكيشن عندك على الهوم بيج. تاني حاجه واخدينها من الويندوز فون اوبريتنج سيستم هي اليوزر انترفيس بتاعته، او الشاشه اللي بتظهر لك اول ما تفتح التليفون، وهو الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. زائد بعض السيرفيسز اللي كانت موجوده في الويندوز فون زي السكايب، زي وان درايف، زي هير مابس اللي هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. موبايل نوكيا اكس مزود بخطين، وفي خاصيه دول ستاند باي اللي هتخليك تستخدم خط واحد من الاثنين، ولو حد تاني كلمك هيجي له ان انت غير متاح، بس بعد ما تخلص هيجي لك مسج بالارقام اللي كلمتك تقدر تكلمه تاني. تالت حاجه وهي اهم حاجه في التليفون ده هي الاندرويد ابس. كتير من الناس كانت بتستخدم ويندوز فون قبل كده كانت متضايقه شويه ان هي ما بتقدرش تنزل الاندرويد ابس عندها على التليفون بتاعها، بس دلوقتي موبايل نوكيا اكس حل المشكله دي. انت دلوقتي ممكن تنزل معظم الاندرويد ابس اللي موجوده زي انستجرام، جود ريدز، ودول مثالين ما كانوش بتقدر تنزلهم قبل كده على ويندوز فون. بعض الجيمز برضو زي فروت نينجا، زي سابوي سيرفر. بس في حاجه صغيره، انت لو عندك اندرويد اب معتمد على حاجه من خدمات جوجل، في بعض الاوبشنز اللي موجوده فيه او بعض الفيتشرز والاوبشنز دي مش هتشتغل عندك في النوكيا اكس. دلوقتي انت في العادي لو عايز تنزل اي ابلكيشن من على اي ستور ودخلته على الستور ولقيت الابلكيشن ده مش موجود على الستور، هو بس بيقول لك ان الابلكيشن ده نوت فاوند وخلاص. انما هنا في النوكيا ستور في فيتشر لذيذه جدا، ان انت لو عايز تنزل اي ابلكيشن زي مثلا احنا هننزل اليوتيوب ودورنا على النوكيا ستور ما لقيناهوش، هو مش بس بيقول لك ان هو نوت فاوند، هو بيقول لك انت تقدر تلاقي الابلكيشن ده فين. فهنا بيقول لنا انت تقدر تلاقيه على وان موبايل ماركت. المفروض تخش على وان موبايل ماركت تنزل الابلكيشن الاول، بس احنا عشان اوريدي منزلينه هنفتحه على طول. نفتح وان موبايل ماركت ونعمل هنا سيرش على اليوتيوب، وتقدر بعد كده تنزل يوتيوب عادي. والفيتشر دي طبعا موجوده مع كل الابلكيشنز اللي انت مش بتلاقيها على النوكيا ستور موجوده عندك. كمان في فيتشر تانية حلوه جدا، ودي هتبقى مفيده بالنسبه للناس اللي بتخاف تستخدم الكريدت كارد او الفيزا كارد بتاعتها اونلاين عشان بتخاف من السرقه والكلام ده. انت ممكن تشحن كريدت عادي بالكارت بتاعك، وبعد كده تبدا تشتري الابلكيشنز اللي على النوكيا ستور من خلال الكريدت ده. هنتكلم دلوقتي عن واحده من الفيتشرز المهمه اللي موجوده في التليفون، وهي الهير مابس اللي بتخليك تشوف الخريطه بتاعه العالم كله وتعرف ازاي توصل لاي مكان في العالم عن طريقها. بس الجديد فيها ان انت لو انت الباكج بتاعه الانترنت بتاعتك خلصانه،
او لو انت في مكان فيه ما فيهوش واي فاي كفرج، انت ممكن تعمل داونلود للماب بتاعتك. بتخش من هنا وتختار الدولة اللي انت عايزها، سواء في افريقيا او في اسيا او في اي حتة. اختار ايجيبت. احنا اوريدي منزلين الخريطة بتاعت مصر، فسي ان انت نزلت الخريطة بتاعت مصر، بعد كده انت عايز تشوف الخريطة بتاعت مصر وانت ما فيش عندك انترنت كفرج، بتقدر تشوفها عادي جدا وتروح في اي مكان فيها. دلوقتي هنتكلم عن الشاشة بتاعت التليفون. مساحة الشاشة 4 انش، وده هيخلي التليفون زي ما قلنا في الاول سهل جدا تمسكه بايد واحدة وتستخدمه. الريزولوشن او التباين بتاع التليفون 480 في 800 بكسل بكثافة 233 بكسل في البوصة الواحدة. نوع الشاشة IPS LCD، وده هيخلي الفيون انجلز او زوايا العرض بتاعه التليفون واسعه جدا، بحيث ان انت لو بتقرا او بتتفرج على فيلم او بتلعب جيمز او بتعمل اي حاجه على التليفون انت واصحابك او انت وعيلتك، الموضوع هيكون بسيط جدا وسهل جدا. نيجي دلوقتي للكاميرا. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي مش موجوده في التليفون، وده هيخلي الموضوع صعب شويه بالنسبه للفيديو كولز. اما بالنسبه للكاميرا الخلفيه فهي 3 ميجا بكسل بس بدون فلاش، فانت هتحتاج لو انت بتاخد اي صور تكون الاضاءه كويسه عشان تطلع معاك صوره حلوه. في اوبشنز كتير موجوده في الكاميرا، زي اول حاجه خاصيه الجيو تاجنج اللي بتساعدك ان انت تحفظ الصور عندك على التليفون على حسب المكان اللي انت خدتها فيه، ودي بتبقى كويسه جدا وانت بتعمل ابلود للصور على السوشيال ميديا زي التويتر زي فيسبوك زي انستجرام، ان هي بتظهر لك المكان اوتوماتيك. تاني حاجه خاصيه البانوراما اللي بتساعدك ان انت تاخد صور لاماكن كبيره جدا. من الاخر، موبايل نوكيا اكس موبايل ممتاز جدا بالنسبه لسعره، هو 1000 جنيه، فمتاح لاي حد ان هو يقدر يشتريه، وفي مميزات هايله جدا زي ان هو مجمع اهم حاجه من 3 اوبريتنج سيستمز، اندرويد اوبريتنج سيستم، نوكيا اشا، وويندوز موبايل فون. بالنسبه للناس اللي ما كانتش بتجيب ويندوز موبايل فون قبل كده عشان الاندرويد ابس، دلوقتي تقدر تحمل اي اندرويد اب عندك على الموبايل، والموبايل كمان مزود بخطين، تقدر تشغل الخطين في نفس الوقت. ده كان تقييم موبايل نوكيا اكس. كان معاكم احمد مغازي من ريفيوزات. تابعونا على الموقع بتاعنا ريفيوزات.com، ولريفيوزات اكتر سبسكرايب على اليوتيوب شانل ريفيوزات، وتابعونا على فيسبوك وتويتر ريفيوزات. شكرا لكم.